النيل ليس مجرد نهر يروي أرض مصر، لكنه مؤرخ بارع يروي قصة نشأة الحضارة على ضفتيه. اليوم نستكمل رحلتنا مع طيور أسوان، تلك الرحلة التي يجب عليها أن تطول وتطول. انخرط في ذلك العالم الذي يتبارز فيه الصوت والصمت، يتلاقى فيه الشجن والفرح، في ساحة تعج بالحياة والتجدد. تتحدث الطيور بلغة لا تفهم بالكلمات فحسب، بل بلغة تصل إلى الروح وتلامس أعماق الإحساس، لغة تتجاوز حدود الحواس وتحطم القيود. في أسوان تكتب الطيور قصصاً ملهمة للحياة والبقاء، تلملم حكاياتها بأجنحتها وتنقلها عبر الأصوات المتداخلة، لغة حية معبرة تعكس تعقيد الحياة وتنوعها، وتدعونا للانغماس في عالم جميل يحمل بين طياته أسرار الطبيعة وجمالها. في ناس تتلخبط بين الحمام العادي بتاع المستأنس بتاع البيوت، يعني اللي بيتربى في المنازل، والحمام الجبلي اللي هو البري ده. طبعا الاختلاف دايما الحمام الجبلي بياخد لون واحد، اللون الرمادي، لكن الحمام المنزلي بياخد الوان مختلفه، هتلاقي فيه مثلا احمر وابيض واخضر وانواع مختلفه جدا، لكن الحمام الجبلي بياخد لون واحد، اللون الرمادي ده. البيئه الطبيعيه بتاعت الحمام الجبلي بتكون معروفه، هي الصحاري، ودايما زي ما اتكلمت في الاول قلنا دايما الطيور بتيجي على الميه وتيجي على الخضره، فاساسا اصلا الموطن الطبيعي بتاعه مش نهر النيل، الموطن الطبيعي بتاعه الجبال، وتلاقيه دايما منتشر في الجبال. واحنا عشان طبعا نهر النيل في اسوان الصحراء الغربيه قريبه جدا مننا، البر الناحيه الثانيه قريب جدا، فبالتالي هو الحمام جاي على الميه، فهو ليه الجزيره دي ملائمه جدا ليه وكبيئه. طبعا انت عارفه جو اسوان ما فيش تلوث، ما فيش ضفدع، ما فيش اي نوع من الحاجات اللي تخلي الطيور تتحرك من مكانها. دايما الحمد لله احنا نشرنا ثقافه الوعي البيئي بالنسبه للحفاظ على التنوع البيئي بشكل عام في المحميه وفي اسوان. نخلي الناس يعني ما تصطادش طيور، نخلي الناس ما تعملش دوشه، ما تخلي الناس يعني خلاص انت شفت حاجه زي كده، شفت طيور او تجمعات من الطيور على جبل او على خلاص حاول تستمتع، لانه مثلا الطيور دي هتجيب لك الناس من الاجانب، الناس من السياح، هتشغلك، هتبقى مصدر دخل ليك بكره وبعده في اي وقت تاني كده. انا برضو انا فتحت له المجال يحافظ على المكان، وفي نفس الوقت هو استفاد وانا استفدت. انا استفدت انه البيئه زي ما هي في محافظه عليها بدون تدمير، وفي نفس الوقت هو برضو انا استفدته انه هو يعني خلاص ده يعتبر مصدر دخل جديد ليه بشكل يومي من خلال السياحه ومن خلال مشاهده الطيور. ومن الآن احجز لخيالك مكان، فالنيل ما زال يروي.